اهلا وهلا ومرحبا في حاجات عايزين نتكلم عنها. ازاي نختار الكليه؟ طيب في شويه قواعد كده علشان نريح نفسنا في موضوع اختيار الكليات. اول قاعده، بنختار اقرب كليه جنب البيت لاسباب كتير، عشان المواصلات في مصر في بعض الاوقات حرفيا هتخليك حتى مش طايق تنزل اصلا من البيت، علشان انت نازل تجري لمحاضره 8:30 الصبح وانت على اول شراكه اصلا الساعه 8 والطريق بياخد ساعه الا ربع، ما تحسش بالندم. وعلشان في يوم ما لو فكرت تنزل باللاب بتاعك الا 4 كيلو على فقرات ظهرك اللي مش قادره اصلا تشيلك كانسان، ما تعيطش في نص اليوم. دي كلها اسباب كفايه جدا تخليك تاخد حرفيا اقرب كليه جنب البيت. لا تقولي بقى تنسيق ولا كليه احلامي ولا كل الكلام ده، الا في حاله واحده بس، لو كانت هندسه عين شمس او ما يساويها. يعني هقول لك ليه يا صديقي. عارف كده في شويه اماكن كل الناس بتحذرك منها انك ما تروحهاش وما تقربش منها ابدا. المكان ده خارج حدودنا، اياك تروح هناك. بالظبط كده، لما تلاقي مكان من دول ما تروحوش حتى لو جنب البيت. لكل قاعده شويه استثناء. تاني قاعده، في الظروف الحاليه في المكان اللي احنا عايشين فيه، علشان نحاول نضمن احسن معيشه ممكنه، قدامك 3 خيارات. اول اختيار، بسم الله الرحمن الرحيم، سافر بره. من الاخر لو معاك فلوس كفايه تخليك تسافر من دلوقتي، تدخل حاجه محترمه بره وتكمل هناك وتوفر كثير من الصياح والنواح ومستقبل غير معلوم الملامح في ظروف مجهوله. تاني اختيار، ده هيكون مناسب ليك لو كنت شخص دحيح، تدخل كليه بين قوسين كليه قمه عشان بعد ما تخلص تسافر بره. ايش هذا؟ والله نفس الشيء. مين بقى الكليات دي؟ كلية حاسبات، الطب بأنواعه وهندسة وأي تخصص تاني مطلوب بره أو مربوط بشكل أو بآخر بتطور العالم، بروجرامينج وما إلى ذلك. خليني أقولك إن وارد جدا تلاقي شغل مستقبله كويس جدا بره وتقريبا ملوش شغل هنا. أبسطهم وأكتر حاجة جاية في دماغي دلوقتي قسم ميكاترونكس، أو حتى قسمنا أغلب الشغل المحترم ليه مش موجود هنا أصلا، وحتى لو موجود فهو قليل ووحش. تالت اختيار، تدخل الكلية اللي مجموعك هيجيبها، والحقيقة هنا ده مش هيبقى اختيار، ده هيكون المتاح. وانا لو طالب مكانك دلوقتي هسألني سؤال، طب انا قدامي كذا حاجة اختار منهم على اساس ايه؟ الحقيقة يا صديقي بعد خبرة 3 سنين في كلية العزيزة، الحاجة اللي ادركت ان احنا بنقيم القسم على اساسها هو سؤال واحد، هو الكلية او القسم او التخصص ده ليه شغل بعد ما اتخرج؟ لو كانت اجابة الناس اللي جوه الكلية او المتخرجين انطلق. لو كانت الاجابة اهرب. لا 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 لا، اهرب يا ياسين، اهرب، ربنا معاك. ثالث قاعدة، انت محتاج تعمل مستقبلك. خليني ابهرك يا صديقي بحاجة انا جايبها لك من وسط الحدث طازة، انك لو ما عملتش لنفسك مستقبل من اول سنة جامعة، من اول سنة ايه، من قبل كده كمان، فانت مع الاسف الشديد مش هتعرف تعمل حاجة لما تتخرج. ثواني، وده على الكل، مش هيفرق بقى معاك قمة من قاع. اكشلي انا دلوقتي مقتنع اصلا اننا كلنا حرفيا تحت القاع، وقبل ما تجيلك حاله هلع هتسالني طب اعمل ايه؟ انت محتاج في الوقت الحالي تبدا تدور على حاجه تعمل لك مصدر دخل تاني. حتى لو عايز تشتغل بالمجال اللي انت بتدرسه اصلا في الكليه، المفروض تتعب على نفسك فيه، يعني مش مجرد بس انك تذاكر وتنجح. وده اللي بحاول اقوله في سلسله حاجات عايزين نتكلم عنها في الاجازه. بحاول اتكلم عن حاجات اتعلمتها وازاي ممكن حد يدخل في مجال من دول ويتعلمه ويحاول يخليه مصدر دخل ليه ان ما كانش الاساسي. في فيديو جديد نازل يوم السبت، ما تنسيش تستنوه. اوكي، وسبسكرايب لو مش عاملين سبسكرايب. يلا نكمل. المهم، فهمت انا عايزه اوصل لك ايه؟ مش هيفرق مع حد سواء جبت 50% او حتى 90%، الشاطر هو اللي يجيب تكييف في المطبخ في الاخر. سوري، عجبتني وكان لازم اقولها. بس بجد انا في كليه الناس بتصنفها على انها كليه قمه، في جامعه من اعلى جامعات البلد، في قسم السنه اللي فاتت واخد تقدير امتياز من اعدادي. الحمد لله كان في سنتي اقل من كده بكتير. ما علينا. تفتكر بقى لو كان حاجه جامده جموده لوحدها، انا ليه اتعلمت كل الحاجات التانية دي وبحاول اعمل لنفسي كذا مصدر دخل؟ اولا علشان انا واحد الصراحه بكره هندسه وما كنتش مستنيها في ثالثه ثانوي، وكنت كمان بادئ كل الحاجات دي او اغلبها قبل هندسه اصلا. بس السبب التاني علشان هي مش كفايه.
وحتى الناس اللي هتتخرج من القسم وهتقرر تكمل في السوفت وير او حتى في الكلينيكال اللي هو اصلا التخصص بتاع القسم، لازم هتشتغل على نفسها وهتبذل نفس المجهود اللي انا بذلته بس في حاجات تانية انا بحبها في الحاجة دي. هيتعب ويشتغل ويطحن نفسه حرفيا علشان يفت في سوق العمل اللي مليان كمية بشر رهيبة. وهنا ارجع واقول الجملة الاكليشيه الحمضانة ان يا شباب اختيار الكلية مش نهاية العالم، وان فعلا في حاجات كتير ممكن تتعلمها من غير ما تدخل الكلية عن طريق مصادر كلها شبه مجانية على نت اللي انتوا قاعدين ما بتعملوش فيه حاجة. ودلوقتي ندخل على الجزء التاني من الفيديو. 3 2 1. ودلوقتي بقى هنتكلم عن كلية هندسة، القمة المنهارة في علم الرياضة، وده عشان حسابات حطت عليها في التنسيق، والصراحة دي حاجة مفرحاني. خلينا ندخل في الموضوع على طول. كلية هندسة موجودة في جامعات كتير، جامعات حكومة وجامعات خاص ومعاهد، ودي حاجة وحشة جدا لان بطبيعة حالنا في الدنيا الحاجة لما بتكتر قيمتها بتقل، وده اللي بيحصل كل سنة. بيتخرج مئات بل آلاف مننا. هل بقى في فرص شغل تكفي كل الناس اللي بتتخرج كل سنة دي؟ الإجابة بالتأكيد لا، ولا بجدارة، وده سبب من أسباب إنها ليه بتنهار، ده إن ما كانتش أصلا انهارت. طيب نتكلم عن أقسام كلية هندسة وإمتى ممكن تدخل كلية هندسة رغم العيوب اللي فيها. الأقسام بتاع كلية هندسة بتختلف حسب الجامعة أو المعهد. في كليتي مثلا عندنا 12 قسم: حاسبات واتصالات، طبية، طيران، كهرباء، كيمياء، عمارة ومدني، فلزات ومعادن وتعدين، ويا رب ما اكون نسيت حد. ده كله في النظام العام او المينستريم، وفي النظام ده بتدخل القسم بتاعك بناء على مجموع اللي جبته في اعدادي هندسة، بالظبط ثانوية عامة بارت 2. لازم تجيب مجموع كويس عشان تدخل قسم كويس، ولف بينا يا دنيا. وتقريبا مصاريف المينستريم في كل الاقسام مفيش قسم فيهم بيعدي 3000 جنيه في السنة، يعني من الاخر كلام عبيط. في نفس كليتي بقى عندنا نظام الكريدت، والكريدت ده بينقسم لجزئين: يا اما تدخل كريدت اصلا من اعدادي في حالة انك لو ما جبتش مجموع كبير في ثانوية عامة وعايز تدخل الكلية دي لاي سبب بقى، ان كان اسم او سمعة او وات ايفر، بتدفع فلوس وفلوس كتير شويتين وتدخل الكلية من اعدادي، وعلى مدار ال5 سنين بتدفع نفس الفلوس دي، ما كانتش بتزيد اصلا كل سنه. يعني بدل مثلا بتدخل هندسه جامعه خاصه بتدخل جامعه حكومي بتدفع فيها نفس الرقم علشان تبقى الاسم. والنظام التاني للكريدت انك بتكون جايب مجموع الكليه عادي ودخلتها في اعدادي هندسه عادي، بس اللي حصل انك بلعت في اعدادي هندسه، ما جبتش المجموع الجميل التحفه اللي يدخلك قسم كويس، فهتضطر تدفع فلوس وتدخل القسم اللي انت عايزه كريدت. وصراحه عشان ما اكذبش عليك يا صديقي، فانا ما عنديش معلومات عن باقي الاقسام ومصاريفهم كام، بس قسم طبيه كريدت في كليتي تقريبا 80,000 جنيه في السنه، وانا لما كانت معايا فلوس دي كنت خدتها وطرت بره من زمان. كل قسم المصاريف بتاعته بتكون مختلفه عن القسم التاني، فما اعرفش باقي الاقسام فمش ههبط. واحيانا كمان بيكون كريدت مفتوح فيه اقسام مش موجوده في المينستريم، مثلا كليتنا موجود فيها ميكاترونكس بس في كريدت بس مش في المينستريم. ده كده بشكل عام نظام الكليه. انا بقى لو هدخل كليه هندسه النهارده هفكر بس في 5 اقسام: حاسبات واتصالات وطبيه وطيران وكهرباء، مع احترامي لباقي الاقسام طبعا، بس من وجهه نظري الاقسام دي هي اللي ليها مستقبل دلوقتي. وخليني اثبت لك وجهه نظري: لو فكرت مثلا تاخد تاشيره الاقامه في دبي، فهي دي اقسام هندسه اللي هم محتاجينها، واغلب الناس التانيه من اخواتنا في المجال الطبي. فانا كواحد عايزه اطير من غير جناحات، لو كنت لسه بختار القسم بتاعي دلوقتي هختار واحد من الاقسام دول. خليني بس اوضح توضيح صغير ان ال5 اقسام دول تقريبا تقديرهم من اعدادي هندسه بياخدوا امتياز او جيد جدا مرتفع، فانت لو كنت متارجت حاجه منهم من دلوقتي فانصحك تكون دحيح تاني. ولو كنت ناوي على قسم حاسبات فانصحك توفر سنه على نفسك هتقل فيها من نفسك ومن صحتك، وتدخل كليه حاسبات 4 سنين وتاخد فوقيهم بوسه. والصراحه عشان ما اكذبش عليكم، بالنسبه لبقيه الاقسام فانا ما عنديش معلومات كفايه عنها ان تخليني اعرف اتكلم عنها، زائد ان عرفنا ان النظام الجديد على الدفعه الجديده اللي داخله هيكون متغير، يعني هما هيدرسوا حاجات تقريبا اغلبها احنا ما درسناهاش. بس لو حد مزنوق قوي عن قسم ما ممكن يسيرش شويه على اليوتيوب او يسال تحت في الكومنتس، ولو عندي معلومه كافيه هرد عليه، او اسال حد يرد عليا فرد عليه. طيب بما انكم عايزين تفاصيل اكتر، ما هو قسم هندسه طبيه؟
هو القسم اللي قرر ياخد حبة من هندسة على حبة من حاسبات على حبة من طب ويضربهم في الخلاط. حرفيا بندرس مواد من طب، بس ما تتخضوش، هي مجرد القشور كده من بره، معلومات بدائية عن الكيمياء، قشور وبدائيات كده غير متعمقة للفسيولوجي والبيولوجي وازاي احنا بنتغذى كبشر. هندسة بقى انت بتلم حرفيا من كل الاقسام، من حاسبات واتصالات وميكانيكا وطيران وكيمياء، بس اللود الاكبر من الحاجات اللي بندرسها بتكون متعلقة بالبروجرامينج والفيزيكس، الكترونكس 1 و2 وحاجات كده اللهم احفظنا حرفيا. هدف بقى كل الرغي ده ايه؟ ان انت لازم تكون ملم بالالات والاجهزة الطبية والانسان اللي بيتطبق عليه وبتتعامل معاه الاجهزه الطبيه دي، لان انت يعتبر همزه الوصل ما بينهم. المفروض قسمنا ده في اماكن تانية بيكون اللود الاكبر منه على اننا ازاي نصنع اطراف صناعيه ونطور في الاجهزه اللي موجوده اوريدي دلوقتي. موجود هنا حلو او منتشر؟ لا خالص. نطاق الشغل بتاعهم نطاق الشغل في الاطراف الصناعيه هنا ضيق جدا جدا، يكاد يكون منعدم. طيب هو الشغل المتاح في مصر ايه؟ السيلز اكتر حاجه تقريبا بتجيب فلوس. بيكون مثلا في شركه بتبيع اجهزه طبيه، مثال مثلا جهاز الMRI ممكن نقول مثلا ب 30 مليون، وفي مستشفى قررت تطور الاجهزه اللي عندها، او حتى مستشفى لسه مبنيه وعايزه تجيب اجهزه لنفسها. فانت بقى بتكون المندوب، بتروح من الشركه دي للمستشفى وتعمل كده بالظبط. والله احنا عندنا جهاز جامد جموده خطير رهيب مفهوش غلطه. ده لا صانع اليابان ولا صانع الصين، ده صانع بلدنا بجنيه ونص وما بيتكسرش. ايوه بالظبط كده. مرتبات السيلز لما جم يكلمونا عن القسم في الاول سمعت انها بتبدا من 10000 وممكن حاجات توصل ل 100000. انت متخيل الرقم حضرتك؟ على حسب بقى الكوميشن اللي عملته والجهاز اللي بعته وكل التفاصيل دي. السوفت وير الاختيار الالطف واللي يعتبر مضمون بعد السيلز، بس ده بقى محتاج مجهود منك شويتين 3 4، لان غير ان انت بتنافس خريج قسم حاسبات في نفس كليتك، فانتوا الاثنين بتنافسوا كليه حاسبات ومعلومات اصلا. بقى متخيل العركه في سوق العمل عامله ازاي؟ وبسم الله الرحمن الرحيم، في البرمجه في بعض المجالات بيبدا فيها السالري من 15000 وانت طالع. هتتعب هتلاقي 1 زائد 1 بيساوي 2. الكلينيكال الشغل الرايق، تعمل تشيك اول باول على اجهزه لو فيها حاجه بايظه، تقعد على مكتب في اوضه مكيفه تملى شويه ورق اول باول، مفيش تعب وفرهده ومجهود وكل الكلام ده، بس في المقابل مرتبات معفنه مقارنه بكل اللي فات. المينتيننس او الصيانه، فاكرين المستشفى اللي كانت جابت جهاز الMRI ب 30 مليون؟ فالجهاز ده حصل فيه عطل، مش هنرميه، مش ريموت بطاريه هو حضرتك. هيكلموا الشركه المسؤوله عن الصيانه ويقولوا لهم كده بالظبط. الحقونا. احنا الاول كنا بنقول يا تلحقونا يا ما تلحقوناش، النهارده بنقول لكم الحقونا بجد. فانت بقى ممكن تكون الشخص اللي شغال في الشركه دي مسؤول عن انك تعمل صيانه لاجهزه معينه، فلما تحصل اعطال زي دي تروح المستشفى تعمل الصيانه المطلوبه. الاطراف الصناعيه زائد كمان معاها تطوير الاجهزه بما يتناسب مع الاحتياجات الحاليه علشان نزود الكفاءه ونقلل التكلفه. وشويه شويه هقول لك اذكر اسباب سقوط الدوله العثمانيه. حاسس اني بقيت مدرسه قوي، واضح ان ماما اثرت عليا. كل الحب لماما. دي تقريبا كل مجالات الشغل اللي اعرفها، ومفيش واحد منهم احسن من التاني. من الاخر كل اللي يعجبك والبس اللي يعجبك وفكس كده كده لراي الناس، بس دايما استخير قبل ما تاخد اي قرار، وادعي دايما اللهم يا مدبر الامر دبر لي امري كله فاني لا احسن التدبير. استخرنا ودعينا. روح بقى اعمل فوت على الانستجرام زي واحد صاحبنا كده كلاون قرر انه يعمل ده علشان ما يحملش نفسه نتيجه الاختيار، وتجنب اني الوم نفسي قدام. وايوه ده فعلا حصل. بعد ما صليت استخاره خدت الاراء في البيت وعملت فوتنج على الانستجرام وهبت احلى رغبات اقسام. واهو احنا هنا النهارده فاضل لي سنتين فادعوا لي اتخرج بسلام. وفي النهايه دي كل حاجه عندي للفيديو ده. قلت كلام كتير قوي، بس المهم انتوا تكونوا تمام. واستنوا فيديو يوم السبت الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب وزر الجرس وبس كده. سلام. هوريكم حاجه. ستاند تحفه. تن تارارارا رارارارا تن تارارارا رارارارا تن